الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام كما ينقلها صاحب الملاحم والفتن وغيره، وينقلها صاحب الهداية الكبرى الشيخ الخصيبي رحمة الله عليه، رواية عجيبة طويلة جدا تذكر مواقف يوم القيامة وظهور المحسن. شوفوا أرجوكم انتبهوا. الرواية بعد الخطابات لرسول الله طويلة عريضة إلى أن نصل إلى بداية صفحة وسطر، يقول: فيأتي المحسن يوم القيامة تحمله خديجة بنت خويلد. دققوا وياي، تحمله خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت أسد. بعد الرواية بس خلنا نوقف على الذن الآن. أول شيء يأتي المحسن، الرواية كنت صاغ استغفر الله، بس إحنا بلغتنا كون يأتي باللغة شو نقول؟ نقول تأتي خديجة وفاطمة حاملات المحسن. يأتي المحسن، يأتي محسن وحملته خديجة بنت خويلد. من خديجة بنت خويلد؟ من خديجة؟ السيدة الزهراء بليلة شهادة رسول الله قالت له: أبا عندي سؤال. قالها: تفضلي بنية فاطمة. الرواية ينقلها الشيخ الصدوق طويلة. قالت له: إذا كان يوم القيامة وين ألقاه؟ قال: عند الصراط. قالت له: إذا ما لقيته؟ قال: عند الميزان. قال: وين بعد؟ قال: عند الطير الصحف. قالت له: بعد وين ألقاه؟ قال: يوم الحساب، عند الحساب. فاطمة التفتت التفات، ايش قالت؟ أرجوكم دقوا. قالت: إذن أين أمي خديجة؟ فاطمة تسأل عن من؟ عن خديجة. قال: خديجة في قصر له 4 أبواب في الجنة سكنته قبل يوم الحساب. أنا واقعا مسكت هاي الرواية وقلت خل أبحث. هسه قصر عادة من الطب ابتدى القصر ايش تلقى بي؟ باب، وإذا كلش أكو باب ثاني. هسه الكعبة بيها كم باب؟ زين وبالجنة و4 أبواب، شنو القصة؟ واقعا بحثت عند كلمات العلماء لقيت كلمة يقول: هاي الأبواب ال4 حتى الأهل الجنة بتمامهم يستقبلون أبواب خديجة. شايف عيونك أهل اليمين على باب اليمين، أهل الشمال. خديجة يقول: إذا جاءت يوم القيامة استقبلها 70,000 ملك وبأيديهم ألوية زينت بالتكبير الله أكبر. شنو 70,000 ملك مستقبل خديجة ورافعين رايات بها؟ شنو هسه لفظة الله أكبر عليه من نقول إذا تعجبنا من فد أمر نفس النبي نزل بالمعراج، نزل هذا منو؟ جبرائيل. ها جبرائيل حبيبي ايش رايد؟ قال له: والله جبرائيل يا رسول الله أنا جاي أقول لك بأمر. قال له: إن الله يبلغ خديجة السلام وبلغني السلام. نزل رسول الله يبلغ على اليمن، هسه الله ويسلم على خديجة. شنو خديجة؟ جبرائيل ايش قال؟ بلغني السلام. بلغني شنو؟ خديجة فقط حديث واحد نقلته لأحد مراجعنا أساتذتنا، سألته قلت له هذا، قال: شنو هذا؟ والله ما أدري أنا نقله وأسكت، بس أنقل، وإلا السيدة خديجة ذارنا نتحدث عنها ما ينتهي الحديث عن خديجة مولاتي سلام الله عليها. اسمع هالكلمة ايش قال؟ قال: يا فاطمة أما علمت إن أمك خديجة كانت وعاء للإمامة. وعاء للإمامة، إناء وين شنو بيه؟ الإمامة. خوب هسه بينكم ما بين الله. أنا أرد خل أكمل وبعدين السؤال هذا اللي أرد أحكي اليوم. الثاني منو الحامل المحسن عليه السلام؟ ما اسمع. فاطمة بنت أسد. منو؟ فاطمة بنت أسد أم رسول الله. شيخنا شلون أم رسول الله؟ أم رسول الله له 3 أمهات. أم الولادة اللي هي آمنة رضوان الله تعالى عليه وسلامه. الأم الثانية أم أبيها مرحبا
الأم الثالثة، ها لا، من توفت فاطمة بنت أسد اجى أمير المؤمنين يبكي: يا رسول الله ماتت أمي. إيش قال رسول الله؟ قال: وأمي ماتت اليوم. بالكفالة كانت تتعامل ويا رسول الله. فاطمة بنت أسد ما تعاملت ويا أولادها كلهم. رسول الله كفنها بيده، نام بقبرها، صلى عليها، رفع ايده وقال: ابنك ابنك علي ولا جعفر ولا. فاطمة بنت أسد يكفي انك حديث واحد لا تاخذه. خلينا نشوف ذول الحاملين منو. المحسن. انا طولت عليكم بس اعتذاري منكم. شوف، الله يحفظكم ويرعاكم استاذنا. شوف، فاطمة بنت أسد دخلت الكعبة كم يوم؟ 3 أيام. ايش تاكل؟ ايش تشرب؟ يا خسا واحد قاعد ببيت مجهز 3 أيام. 3 أيام ببيت الله عز وجل، انغلق، راد يفتحونه بكل صورة ما انفتح. خرجت وقد حملت لاهوت الأبد. خرجت فاطمة بنت أسد. شكليتي، شربتي، شلون أولدتي؟ النبي يقول: انشق نورنا نورين أنا وعلي، فكنا من صلب إلى رحم طاهر، من صلب طاهر إلى رحم طاهر. اسمع الدقة، من آدم إلى موسى إلى الأنبياء إلى مستمرة، كلهم مصفين. كل آباء النبي، كل أمهات النبي، كل آباء علي، كل أمهات علي رحم وصلب طاهر. تدري ايش قال؟ قال: كنا نورا واحد أنا وعلي، من صلب إلى رحم طاهر، من صلب إلى رحم. يقول إلى وين؟ يقول إلى أن افترقنا إلى أطهر صلب وأطهر رحم. خديجة، العفو، فاطمة بنت أسد أطهر رحم. النبي يقول بالرواية هاي، الرواية هاي. زين فاطمة بنت أسد. يلا ساعدونا. هسه سؤال: اليوم أنا إذا أريد أشيل لي فالطفل وأمشي به، خوب لابد هذا الطفل إلى شيء. لما نقول يابا فلان ابن فلان شال لفد، نقول الله يحفظ الحامل والمحمول. زين، ليش ما خلوه بيت فضة رضوان الله تعالى عليها، بيد أسماء بنت عميس، بيد حور العين، بيد نسارة، بيد هاجر، بيد فلانة، بيد آسيا، ليش خلوه بيد فاطمة بنت أسد؟ ليش حاملات فاطمة بنت أسد وخديجة بنت خويلد؟ شوف شأن المحسن ابن علي، واحد من علمائنا بالكتاب منقولة، انطيتها لبعض المؤمنين وأريد الشباب هم يسمعوني. قال بالكتاب، قال كلمة فد يوم، قال لي واحد، قال لي: شيخنا ما عندك فد دعاء فد حرز؟ قلت له: شنو مثلا؟ قال: أنا زوجتي تحمل ويسقط، تحمل ويسقط. قلت له: مولانا ما عندي أنا، بس أنا عندي كتاب عن المحسن عليه السلام، كتاب ضخم فيه كذا أمر. قال: شنو؟ قلت له: فيه إن المرأة اللي دائما تحمل وتسقط فلتسمي ولدها في أول الحمل. يصير نسمي أولادنا قبل لا تحمل زوجتنا؟ ما يصير. وصل حتى الشباب اللي ما متزوجين يقول: أنا من أتزوج شو أسمي ابني؟ يا يحيى إنا نبشرك بمن؟ نبشرك. هو صاير له بعد ما بعض الناس يقول: شلون مسمين أنتم محسن وهو اليمتى انولد؟ لك صاحب الزمان 1000 رواية، 4000 رواية عن صاحب الزمان وبعد ما مولود. المهدي والسنة إلى الآن. السنة شو يقولون؟ يقولون المهدي ما مولود. هم عندهم رأيهم هذا أغلبيتهم. زين، شو اسمه يسمون المهدي؟ زين ما مولود، شلون يسمون المهدي؟ إنا نبشرك بغلام. اكو فد حجج واهية، يعني يريدون يزغلطون على الشباب. يقول له: وين هو حتى انولد حتى تسميه المحسن؟ لا، الإمام علي في وسائل الشيعة عليه السلام يقول: إذا كان يوم القيامة سموا أولادكم السقط، إذا سقط عندك ولد سميه، فإذا كان يوم القيامة يقف على باب الجنة ويعاتب أبويه: لما لم تسمياني؟ اسمع الرواية: فإن رسول الله سمى المحسن قبل أن يولد، قبل أن يسقط سماه قبله.
قبل لا. نعم أنا مثلا أقول اللهم إذا رزقتني ولا سمي المحسن، سمي محمد علي، محمد مهدي، محمد حسين. زين. فلما تجي السيدة خديجة عليها السلام وتأتي فاطمة بنت أسد، اسمع النص يقول يأتي المحسن، يأتي وتحمله خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت، فيحكم الله في أول من يحكم في المحسن بن علي. أول شيء، هواي طولت عليكم اعتذاري أول شيء بيوم القيامة، مفتتح القيامة، أول ورقة تفتح بيوم القيامة، أول مصيبة، أول مساءلة المحكمة، أول مرافعة، أول شيء يقول يؤتى بالمحسن ابن علي. ليش؟ لأن المحسن أول شهيد ذاب عن الولاية، أول سند على أعظم ظالمين لآل محمد. المحسن يجب أن لا تكون أيامه يوم 7، الله يحفظ الشيخ الحاضرين، يجب أن يقام يوم 7 ولو بمقدار 7 5 شهادة السيدة سكينة، يوم 6، يوم 7، يوم 8 شهادة مولانا المحسن، شهادة الإمام الحسن، يجب أن يقام ولو على مستوى البيوتات، نساء رجالا، يجب أن يقوم هذا. احنا لا نجعل للمشككين الطريق إلى عقائدنا، لا نشكك بهكذا. أنا والله روايات التوراة ذكرت المحسن، القرآن ذكر المحسن، الروايات عديدة، الزيارات، زيارة عاشوراء يلعن الظالمين اللي قتلوا المحسن ابن علي سلام الله عليه أول شيء.